طيب تعالوا نشوف بقى حاله الجون الثاني اللي انا عندي فيه مشكله اكبر. انت كمدرب في الجون الاولاني خدت بالك ان روبرتسون مش قادر يرجع بسرعه، على الجانب الثاني اندو قمت مدخله نص الملعب وخليت جوميز هو اللي ينزل باك يمين. انا اول ما التغييره دي حصلت توقعت ان جوميز هيبقى ثابت ورا بحيث ان هو يساعد فان دايك وكوناتي ان هم يبقوا مامنين الدنيا شويه وروبرتسون برده ما يتقدمش قوي. لكن اللي حصل في الجون الثاني هجمه عاديه جدا ناحيه اليمين لصلاح، ده جوميز وده اندو الاتنين جوه منطقه جزاء بورنو. مش بس كده، لو مشيت الكوره شويه لغايه لما صلاح دخل للنص ولعب الكوره لسوبوسلاي هتشوف ان في 8 لعيبه من ليفربول في منطقه جزاء بورنو. انت كسبان 2-1 اول ماتش في الدوري بعد بري سيزون، اللعيبه لسه مش جاهزه بدنيا قوي وبتعمل الضغط العالي المرعب ده. فبالتالي لما الكوره تتقطع من سوبوسلاي وتروح لسيمينيو يلاقي نفسه ان هو في حاله هجم مرتده 4 لعيبه من بورنموث على فان دايك وكوناتي فقط. اندو طبعا مش لاحق ان هو يرجع لان اندو عمره ما كان سريع. روبرتسون زمان كان سريع ولكن السن مأثر عليه برضه مش هيلحق ان هو يرجع ويغطي. جوميز زي ما احنا كنا شايفينه طاير اساسا فما لحقش هو كمان يرجع. ولعيب مميز جدا عندك في الضغط العالي زي سوبوسلاي الكره اصلا اتقطعت منه فهو مش هيلحق اكيد يروح يجيبها، وبالتالي سيمينيو قعد يطلع بالكوره لغايه لما جاب جون التعادل.